الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده المكرونه اللي بتتقدم في المحلات، هي اشتهرت جدا وبقت ترند الايام دي. هنقدمها بوصفه سهله خالص وهتديكي نفس التركايه بالظبط بتاعه المحل. انا هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا حوالي ربع كوبايه زيت، معلش هي الزيت كتير شويه بس ممكن يعني بعد ما نخلص الوصفه نقلل الزيت الاول. هنحط كمان فيه فصين مستكه. هنزل كده ببصلايه كبيره مبشوره، شرايح رفيعه خالص. هسيبهم يتحمروا زي البصله بتاعه الكشري. البصله اتحمرت معايا، هنشيلها من الزيت، وكمان هقلل بقى الزيت دوت هقدر استخدمه في اي حاجه خاصه بالكشري او كمان خلطه المحشي. قللت الزيت، هنزل بمعلقه كبيره سكر وهسيبها تتكرمل. السكر اتكرمل، هنزل كمان بمعلقه كبيره صلصه. مجهزه كمان عصير الطماطم ضرباه بدون ميه خالص. عايزه اقول لكم الحركه دي بتخلي القوطه حمرا جدا، والصلصه ساعدت في الموضوع ده. هحط المنكهات بقى من كل حاجه كده، معلقه صغيره كزبره وكمون وفلفل اسود والملح حسب الرغبه. نيجي بقى للبص الكبير، البصل انا طحنته كده عشان ما يجرش تحت البق. ولو انتوا خايفين من الطحنه دي ما تطحنش معاكم، تقدروا تعملوها في الهاند بلندر كده، تدوله ضربتين 3. هسيبها تاخد غلوه لحد ما تتسبك، تبقى جاهزت معايا، ونسلق اي نوع مكرونه ونحطها عليها. عايزه اقول لكم بجد وصفه وهميه. انا جوزي بياكل المكرونه دي سندوتشات كده في العيش. كده عندي اتسبكت. انا سلقه مكرونه سباجيتي، ممكن تسلقوا اي نوع، ممكن كمان تعملوا كميه من الصلصه وتفرزوها لو الظروف سمحت يعني. عايزه اقول لكم بجد طعمها وريحتها تحفه وقلب المكان، كانكم بتاكلوا المكرونه بتاعه الشارع بالظبط. كده وصفة النهاردة تكون جهزت وخلصت. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. سيبولي كومنت قولولكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنوصلكم بوصفات تانية جديدة.